صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل القراءة والمذاكرة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، وقد بدأنا مع أول فصل من هذا الكتاب، وهو ما عنونه بقوله كتاب الإخلاص، وذكر فيه الباب الأول الذي هو الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. وذكرنا فيما مضى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الذين آووا إلى غار فانسد عليهم بابه، فلما أيسوا من النجاة أقبلوا على الله عز وجل يتوسلون ويدعون بما أخلصوا فيه من الأعمال، فأنجاهم الله عز وجل بدعائهم وتوسلهم وإخلاصهم وتضرعهم إليه عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في هذا الباب، باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. قال: وعن أبي فراس وهو رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني ما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. فهذا الخبر أورده المنذر ها هنا لأجل كذلك بيان فضيلة الإخلاص، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء الإذن منه عليه الصلاة والسلام، فقال: اسألوني ما شئتم، اسألوا عما شئتم. فقال هذا الرجل ونادى: يا رسول الله، ما الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان هو الإخلاص. قال: يا رسول الله، ما اليقين؟ قال: اليقين هو التصديق. وهذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا قد يختلف مع أجوبة له قد أوردها أو قد وردت في أحاديث أخرى له عليه الصلاة والسلام. فإنه قد جاء جبريل لأجل أن يعلم الناس، لأجل أن يعلم هذه الأمة، أرسله الله تبارك وتعالى فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة أعرابي، في هيئة رجل من الأعراب، وسأله أسئلة، والغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه فيسمع الناس تلك الأجوبة فيتعلمون. فسأله قال: أسألك عن الإسلام. فذكر له صلى الله عليه وسلم الأركان الخمسة: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ فذكر له الإيمان الأركان الست: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان، قال: تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت في الجهل بها سواء، لأن هذه لا يعلمها إلا الله. فسأله عن علاماتها وأماراتها، فذكر له العلامات. ففي هذا الحديث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة تختلف قليلا عن الأجوبة التي في حديث الباب. فإنه لما سأل عن الإسلام اتفق الجوابان، قال ها هنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر هناك الأركان الخمس وهي نفسها. وأما الإيمان فقال هناك: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقال هنا: الإيمان والإخلاص. فاختلف جوابه هنا عن جوابه هناك. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر
من هجر الخطايا والذنوب، وهكذا. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وهو حديث صحيح. فأجاب كذلك بجواب يختلف عن عن الجواب الذي هو ها هنا. وهذه الاختلافات في أجوبته صلى الله عليه وسلم ليست على باب أو على سبيل التنافر والتضاد، بل ذلك على سبيل التنوع. فالإسلام الظاهر هو أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج بيت الله الحرام، فإذا جاء بها الأركان فهو مسلم. والإسلام له ثمرة، هذا فيما يتعلق بحقوق الله ما ذكر سابقا، له ثمرة أن يكف أذاه عن الناس فيسلم الناس من لسانه ويده. لذلك هذا هو المسلم، هو من أثمر وظهر أثر الإسلام عليه، وظهر أثر حسن علاقته بالله، وظهر أثر خشيته لله تعالى، فسلم الناس من لسانه ويده. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا الإيمان كذلك آثار أن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. المؤمن هو الذي يأمنه الناس ويطمئنون إليه أنه لا ضرر عليهم منه، وأنه لا يتسلط عليهم بخيانة وغدر، فيأمنوه على دمائهم وأموالهم. وقال ها هنا الإيمان هو الإخلاص، إشارة إلى ركنه الأعظم، وهو وجه في الفائدة أو وجه الشاهد والاستشهاد في هذا الحديث. الإيمان الإخلاص، أي أن أعظم ركن الإيمان هو الإخلاص، فلا إيمان بلا إخلاص. من ليس مخلصا لا يكون مؤمنا. لقيت مشرك مؤمن؟ أبدا. هل وجدت مراء مؤمنا؟ أبدا لا يكون. لا يجتمع الرياء والشرك والإيمان أبدا. فبل إذا كان مشركا فهو كافر راح، وإذا كان عنده رياء فإيمانه ناقص وضعيف. وإلا فإن ركن الإيمان الأعظم هو إخلاص الدين لله رب العالمين. لذلك فسره ها هنا. ولهذا مثيلات في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن الشيء فيعرفه بركنه الأعظم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. مع أن الحج ما هوش عرفة فقط، لا بد من إحرام، ولا بد من أن يكف عن مفسدات الإحرام، ثم لا بد له من الطواف، ولا بد له من السعي بين الصفا والمروة، ولا بد له من كذا وكذا. فيها مناسك كثيرة جدا، لكن الذي لا يقف بعرفة لا حج له. فمن الأركان الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي هذا ركنه الأعظم الذي من تخلف عنه فلا حج له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة عبادات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم أركانها فعرفها به، وقال: إن الدعاء هو العبادة، لأن كل عابد هو داع. كل عابد هو يدعو ربه عز وجل، إما دعاء مسألة: اللهم إني أسألك كذا وكذا، أو دعاء عبادة بلسان الحال، لأنك وأنت تصلي تدعو الله أن يقبل عبادتك، وأن يغفر زلتك، وأن يثيبك ويعطيك من فضله عز وجل. فأنت تدعو الله عز وجل بعبادتك بلسان الحال، وتدعوه فتسأله بلسان المقال دعاء المسألة. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة محصورة في الدعاء. منها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. الدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل الدين هو النصيحة، أي ركنها الأعظم، ولعله سيذكر هذا الحديث فنتكلم عنه.
فالمقصود أنه عرف الإيمان هنا بالإخلاص، لأن الإخلاص هو ركنه الأعظم. ومعنى الإخلاص تقدم معنا أن الإنسان يراقب نيته ويراقب إرادته ويراقب ما يخطر في قلبه. فإذا كان يريد أن يتعبد لله بعبادة وفي قلبه شوائب أنه يريد الدنيا، يريد المدح والثناء، يريد غير الله عز وجل، فإنه يحرص على تصفية وتخليص نيته من هذه الشوائب. لأنه إذا عبد الله عز وجل وهو يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه ذهب عمله هباء منثورا. إذا كان يعبد الله عز وجل وهو يريد الدنيا، يريد يصلي، يريد الراتب، أو مثلا الجماعة الذين يصلون التراويح وهو يشترط لابد تعطوني كذا وكذا وإلا لا أصلي، يريد هذا المال ويتطلع إليه ويتشوف إليه، فإن هذا إرادته الدنيا وطمعه فيها وإرادته المدح والثناء، هذا قد أفسد وأذهب عمله. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا بد أن يراقب العبد نيته ويراقب قلبه وإرادته، فإن الشيطان يقذف في القلب، يقذف فيها هذه النوايا الفاسدة ويفسد على العبد إخلاصه وإرادته وجه الله عز وجل بما يدخل عليه من هذه الأمور. فيحرص العبد على أن يخلص نيته بأنه إنما يمتثل أمر الله عز وجل، يريد وجهه تبارك وتعالى ويريد رضاه سبحانه عز وجل. وقد ذكر بعض العلماء قال: إذا أردت أن تخلص فعليك أولا أن تزهد في الدنيا فلا تطمع فيها. وليس المقصود الزهد في الدنيا أن الإنسان لا يسعى ولا يعمل ولا يسترزق، ولا إذا كنت قادر أن تصبح من الأغنياء فافعل، بارك الله فيك، لا تنتظر. إذا كنت قادرا أن تصبح من الأثرياء فافعل، لا تنتظر لحظة، لكن بالحلال، بارك الله فيك، لكن بالحلال، ولا تنشغل عن عبادة الله عز وجل. فليس الزهد، أو قل فلا علاقة للزهد بالفقر. الزهد والفقر لا علاقة بينهما. هذا الفقير زاهد بالغالب، الفقير هذا زاهد بالغالب، ليس هذا المراد بالزهد. لكن الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك، هذا المقصود. أن تكون في يدك لا مشكلة، بل إن اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأن تكون غنيا فتعين إخوانك وتغيثهم وتحسن إليهم وتكفل أيتامهم وتقوم على أراملهم وتسعى بالخيرات، هذا أفضل من أن تتكفف الناس وتسألهم. فليس الزهد أن ينعدم المال من يدك، ولكنه أن يخرج من قلبك فلا يكون له موضع في قلبك، لا يستعبدك الدرهم والدينار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فإذا من أراد الإخلاص فليذبح الطمع وليخرج من قلبه حب الدنيا وإرادتها بالعبادات والطاعات. ثم أيضا ليتخلص من حب مدح الناس وثنائهم، لأنهم يمدحونك اليوم ويذمونك غدا، ويثنون عليك اليوم ويقدحون فيك غدا، ويفرحون بك اليوم ويغضبون منك غدا. هذا حال الناس وتقلباتهم، إذا وافقتهم فرحوا ورضوا، وإذا خالفتهم غضبوا وسخطوا. وأما الذي ينفعك وتنتفع بمدحه ويضيرك ويضرك ذمه فهو الله عز وجل. فاحرص على أن تكون محمودا ممدوحا عند الله
عز وجل وازهد في ثناء الناس ومدحهم فإنه لا ينفعك شيئا. فإذا حصلت هذين سهل عليك عند ذلك أن تخلص في أعمالك لله رب العالمين تبارك وتعالى. قال الرجل: يا رسول الله، ما اليقين؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: التصديق. والتصديق هذا يتعلق بالأخبار، كما أن الإخلاص يتعلق بالأعمال. الإنسان عندما يعمل شيئا يعمله لله، وإذا انتهى عن فعل شيء ينتهي عن فعله لله، فإن هذا هو المخلص لله عز وجل في أعماله وكذلك في تروكه. إذا ترك مثلا شيئا من القبائح والفواحش لا يتركها لأنه يخشى أن يذمه الناس أو أن ذلك يشوه سمعته عندهم أو أنه ينقص قدره عندهم. لا يترك لأجل هذا، لأنه إذا ترك لأجل هذا إذا خلا ولم يره أحد لم يجد هذا المانع ففعل. الذي يترك المعاصي خوفا من نظر الناس إليه قد يجد نفسه في مكان لا ينظر إليه أحد فيفعلها، لأن المانع الذي لأجله امتنع قد زال. وأما الذي يترك المعاصي حياء من نظر الله إليه فهذا الذي لا يغيب عن نظر الله عز وجل في خلوته ولا بين الناس في سره ولا في علنه، فهذا الذي يكف عن المعاصي لله رب العالمين. فلما كانت الأعمال والطرق كلها ينبغي أن تكون لله، وهذه الأعمال هي الإيمان، لأن الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون على الجوارح، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء، أن الإيمان قول باللسان أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا كله إيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى يكون مثقال ذرة وقد يزول. وقد جاء في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجونه. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا عمل الإنسان لله وترك لله رب العالمين تبارك وتعالى فهذا هو المؤمن، هذا هو الذي يصدق عليه أنه مؤمن، يعمل إذا عمل لله ويترك إذا ترك لله، ويعطي إذا أعطى لله، ويمنع إذا منع لله، ويحب في الله ويبغض في الله، فهذا هو الذي قد استوثقت منه عرى الإيمان. وأما الأخبار التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أخبر الله عز وجل بها في كتابه فهذه موضعها ومحلها هي التسليم والتصديق. إذا جاءك الخبر عن الله رب العالمين أو جاءك الخبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرك عن شيء من الغيب فإن الواجب عليك أن تصدق وأن تقبل، فإن هذا معنى شهادتك أن محمدا رسول الله. بعض الناس لو يخيروا الآن، كثير من الناس صار يختار ما الذي يصدقه وما الذي لا يصدقه. فإذا جاءه الحديث عن نفسه يقول: كان هذا عذاب القبر أنا ما نؤمنش به، عذاب القبر وأسئلة الملكين في القبر هذه لا أصدقها. الآخر يجي يقول: كان هذه تاع الميزان والأعمال توزن الحسنات والسيئات أنا لا أصدق بها. والثالث يقول: أنا الحوض، أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا وأنه ترد عليه أمته ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأن ماءه أحلى من العسل، وأنه أشد بياض من هذا لا أصدق به. يختار وش يصدق وش ما يصدق. فهذا ليس بمؤمن. لماذا؟ لأنه يكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عندهم شبهات على كل حال، ولولا تلك الشبهات لكفروا، لأن الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر، لأنه كذب النبي فهو كافر. لكن الذي يمنع من ذلك هو أنهم قد انطلت عليهم شبهات أهل الضلال فزاغوا عياذا بالله. وإلا فالواجب
في حق الأخبار التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصدق بها. أبو بكر الصديق سمي الصديق لأن قريشا جاءوا، وكان أول ذلك أن أبا لهب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يعني كأنه به غم وهم عند الكعبة، فقال: ما لك؟ قال: أتيت الليلة بيت المقدس ورجعت، في الإسراء والمعراج. فالرجل هذا الكافر يعني امتلأ قلبه فرحا، مش فرحا بالمعجزة، يظن أنه جاءت الفرصة ليقضي على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول في قلبه: جاءت الفرصة، لو تكلم بهذا، لو قال هذا، خلاص يعرفون أنه كذاب. فقال له: أجمع لك قومك فتحدثهم بهذا، نجمع لك الناس تخبرهم بهذا الذي خبرتني به؟ قال: نعم. فاجتمع حوله صلى الله عليه وسلم الناس فأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس. هو ما زال ما قال لهمش أنه عرج به إلى سدرة المنتهى، وإلا لعلهم يغشى عليهم أو يموتون. فجعل الناس يضجون، بعضهم يصفر وبعضهم يصفق، يعني ما هذا الكذب، ما هذا الكذب الصرف الذي جاء بهذا الرجل. ثم أمروه أو سألوه أن يصفه لهم فجلي له كأنه ينظر إليه فجعله يصفه له. الحاصل وجه الشاهد أن أبا بكر جاءه من قال له: أما ترى ما يزعمه صاحبك؟ يقول إنه أتى بيت المقدس ورجع في ليلة. فقال الصديق: إن كان قال ذلك فقد صدق، يعني صدقه قبل أن يستوثق من الخبر. إن كان قال فقد صدق، إنني أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء ينزل عليه بالوحي. يعني جاتكم صعيبة هذه؟ أنا أصدق أن ملكا يأتيه من فوق 7 سماوات من عند الله بالوحي، هذه آمنت بها، ويصعب علي كونه ذهب ورجع إلى منطقة في الأرض. فسمي الصديق لأجل هذا. وهذا الذي يجب على الإنسان إذا جاءه الخبر وصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا، وألا يضرب لحديث رسول الله الأمثال، ولا يقول هذا مستحيل، وهذا ينافي العقل، وهذا ينافي العلم، وهذا ينافي كذا، وهذا ينافي كذا. أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتعتقد أنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وأنه إنما يخبر بالوحي عن الله عز وجل، فحقك والواجب عليك أن تقابل أخباره صلى الله عليه وسلم بالتسليم والقبول والانقياد. لذلك لما سئل عن اليقين قال: اليقين التصديق، فمن رزق التصديق فقد رزق اليقين، تجده مطمئنا. أنا عندي يقين أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر أو هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم محل الشاهد منه كما ذكرت هو تفسيره الإيمان بالإخلاص، ولذلك أورده المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب. قال بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله، وقد تضبط كذلك نظر الله، تضبط هكذا وهكذا، نظر ونظر بالتشديد والتخفيف. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من وراءهم، أو قال يحيط من ورائهم، ضبط كذلك بهذا وهذا. هذا الخبر وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جمع كثير جدا من أصحابه، ورواه عن أولئك الصحابة كذلك جمع غفير، فهذا الحديث تلقي هكذا، يرويه الجماعة الكثر عن الجماعة عن الجماعة حتى رواه أصحاب السنن.
والسبب في ذلك والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به في مسجد الخيف بمنى في الموسم في الحج. والحج تدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000 من الصحابة، حج معه عدد عظيم جدا من أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، قد حزروا بنحو 100,000. كل من كان حيا ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يحضر معه الموسم وأن يحج معه عليه الصلاة والسلام. فلما خطب في منى وهو في مسجد الخيف بهذا الكلام كان الذين حضروا جمع غفير جدا، فلا غرابة أن أولئك الجمع الكثير والكثير جدا ينقلون هذا الخبر بالتواتر إلى تلامذتهم، ثم يستمر ذلكم النقل حتى دون في كتب السنة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا يدعو دعاء وقد يحتمل أنه خبر، فإذا كان دعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن ينظر أو ينظر رجلا، والنضارة هي الحسن والنور والبهاء والجمال، وهذه صفة أهل الجنة. قال الله عز وجل: ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، أعطاهم جمال الظاهر والباطن تبارك وتعالى في الجنة. فإذا نظرت إليهم، هذه الآية الأخرى اللي كنت نبحث عليها، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يعني إذا نظرت إلى أهل الجنة فإنك ترى في وجوههم أنهم أهل نعيم، أهل إكرام، أهل ثواب وتفضل من الله عز وجل. تعرف في وجوههم أنهم قد ذهب عنهم البأس تماما، وأنهم قد أمنوا من الشقاء تماما، وأنه لا ضرورة عليهم أبدا بعد دخولهم الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا أسأل الله أن ينظر، أن يعطي النضارة والبهاء والجمال والنور لرجل صفته هذه. وإذا كان على سبيل الخبر فهو من باب أولى، إذا كان النبي يخبر أن الله عز وجل سيفعل ذلك بمن هذه صفته فإنه الصادق المصدوق، فهو إما دعاء أو خبر، وعلى كلا التقديرين فإن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أو دعا به حاصل لمن اتصف بهذه الصفات. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. كنا نتكلم عن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. قد ذكرت أن النضارة هذه صفة أهل الجنة. قال الله عز وجل: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، وقال سبحانه: ولقاهم نضرة وسرورا، أي بهاء ونورا وجمالا في وجوههم، وسرورا وفرحة في قلوبهم. فهذا الثواب جعله الله تبارك وتعالى لأهل دار كرامته. وفي الدنيا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر أن الله تبارك وتعالى يعطي هذه النضارة ويجعل هذا البهاء والنور والسناء لمن حفظ أو لمن سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها. في هذا الحظ على حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه، والوعي هو الاستيعاب والإدراك والفهم. تقول: وعيت هذا الكلام، أي فقهته وفهمته وأدركت معناه. وتقول: فلان لا يعي ما يقول كلاما لا يعيه، بمعنى لا يفهم معناه ولا يدري عواقبه. فيقول صلى الله عليه وسلم: سمع مقالتي فوعاها، فهو يحض على الفقه عنه عليه الصلاة والسلام.
يحض على أن نفقه كلامه صلى الله عليه وسلم، لأن في فهم كلامه عليه الصلاة والسلام وفقه أحاديثه في ذلك خيري الدنيا والآخرة، في ذلك النجاة في الدنيا والآخرة، في ذلك الفلاح والصلاح الذي ما بعده صلاح، لأنه أشفق الخلق على أمته صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على أن يبلغهم ما فيه نجاتهم وما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة. ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. فهو يدعو ويحض بهذا الدعاء ويحث على حفظ كلامه صلى الله عليه وسلم وفقهه وفهمه، وأن يعيه الإنسان ويدرك ما فيه. وليس شرطا أن تصير فقيها عالما مجتهدا، لكن أن تسعى بما تستطيعه وتبذل من السبب ما تقدر عليه، فتحفظ ولو الأحاديث هذه التي هي جوامع الكلمة المختصرة، وتفهم ما فيها من الخير، تندرج ضمن من دعا لهم صلى الله عليه وسلم أو أخبر بهذا الفضل لهم. فإن من شارك في هذا الخير فإن الله تبارك وتعالى يجزل له الثواب والأجر، وفضله عظيم عز وجل. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، في رواية: ثم أداها كما سمعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أي أن الإنسان إذا حفظ شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه وفهمه وفقهه ثم علمه غيره، فإنه يكون بذلك قد استكمل الأوصاف التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها. تبلغ هذا الذي عندك من الخير، تبلغه زوجتك، تبلغه أولادك، تبلغه أصحابك وإخوانك شيئا ولو يسيرا من دين الله عز وجل، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير تشاركه معهم فتعمك وإياهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه على أنه ليس من شرط الفقه ألا يبلغه إلا الفقهاء، حتى قال: رب حامل فقه ليس بفقيه. رب إنسان يحمل حديثا يحفظه وهو ليس من الفقهاء، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لأنه فوق كل ذي علم عليم. وليس من شرط العالم ألا أن يحيط بكل شيء علما، بل إنه يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء أخرى، يعلم أشياء ويجهل أشياء كثيرة. وقد يكون هذا الإنسان البسيط العامي الذي هو جاهل عند الناس ومعدود من أبعد الناس عن العلم، يسمع حديثا ويحفظه ويفقهه، فيأتي هذا العالم المجتهد النحرير المتبحر فيعلمه إياه. فرب حامل فقه ليس بفقيه. وقد دخل بعض العلماء الكبار دخل مسجدا فجلس بعد العصر ما في صلاة، فهو جلس لأنه يرى أنه بعد العصر لا توجد نافلة. فقام إليه رجل من عامة الناس سمع حديثا وحفظه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فجاء وقال له: قم صلي ركعتين، اتق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فاستقبل الرجل العالم، استقبل القبلة وصلى ركعتين وجلس. بعد انتهاء الصلاة تحلق الناس حول ذلك العالم يسألونه ويستفتونه ويسمعون منه، والرجل هناك كان ينعت له. فقيل له: إنه فلان الفلاني من العلماء. فجاء معتذرا وقد احمر وجهه وأخذه الخجل ويقول: أنا آسف والله لم أعرفك. فقال له: يا أخي، أمرتنا بخير فأطعناك، يعني وراه المشكلة نعت لك خلاص. فليس من شرط الفقيه أن يعرف كل شيء، وليس من شرط من يبلغ العلم أن يكون فقيها. فقد تعلم مسألة فتبلغها من هو عالم ولا يكون عالما بها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يحث العلماء على التواضع وأن يقبلوا الحق من قائله كائنا من كان، ويحث من ليس بعالم على ألا يزدري ما عنده من العلم
بل يبلغه ويقول به. تعليم للأمة كلها، حتى وإن كنت عالما تواضع، قد يوجد عند هذا الجاهل ما لا تعرفه. وحتى وإن كنت جاهلا، إذا كنت تعرف شيئا من العلم ما تقولش خليهم يبلغوه الناس، بلغ أنت وعلم، فإن في تبليغك وتعليمك غيرك بركة. لكن من شرط الكلام في دين الله عز وجل أن يكون بعلم، لا تتكلم إلا بعلم، لا تخوض في دين الله بالجهل، ولا تقول على الله ما لا تعلم. إذا كنت تعلم شيئا تتيقنه وتعيه وتفقهه وتفهمه فنعم، وإلا فيسكت الإنسان بحلم. ومن قال لا أعلم علمه الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. في رواية لا يغل. يغل. الفرق بينهما أن يغل من الحقد والضغن والخيانة، ويغل من الغدر. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الثلاث إذا اجتمعت في إنسان لا يكون خائنا ولا حاقدا على إخوانه المسلمين، أو هذه الثلاث لا ينبغي أن يخون فيها المؤمن، وكلاهما يستلزم الآخر. من كان ناصحا مخلصا ناصحا لازما للجماعة فلا تجده حاقدا ولا خائنا، ومن حرص على النصيحة والإخلاص ولزوم الجماعة فإنه يخرج من قلبه الضغن والعداوة والخيانة والأحقاد على إخوانه المسلمين. فذكر هذه الثلاث: إخلاص العمل لله أولها، أن يكون عمله، أن تكون عباداته وطاعته وقرباته، أن يكون إحسانه وإعانته لإخوانه، أن يكون في ذلك كله إنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فإنه لا يخون ولا يحقد ولا يغدر ولا يغل على أحد، لأنه إنما يعمل لله. الذي تجد عنده الأحقاد والضغائن والحسابات هو من قل إخلاصه. يقول لك: فلان مديت له ما شكرنيش، فلان أعطيته وأنكر، فلان أحسنت إليه وأساء إليه، فلان يحاسب، لأنه انتظر المقابل. فأما من فعل لله رب العالمين فإنه يعلم أن أجره عند الله تعالى، فهو لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. وهذه صفة الأنبياء. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء شجه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هم قد قاتلوه ونبذوه وكذبوه وحاربوه حتى ضربوه فأسالوا دمه وجرحوا رأسه، وهو يقابل ذلك: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا القلب الذي قد خلا منه الغل والحقد والضغن على الناس، فهو إنما يعامل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المناصحة للمسلمين أئمتهم وعامتهم، وذكر لزوم الجماعة، وذكر فضل ذلك. قال: فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. نكمل إن شاء الله تعالى مع هذا الحديث وفوائده في لقاء قادم بحول الله وقوته. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.